باعتبار السماء ذكرا، السماوات ذكرا، والأرض أنثى، فيأتي ذلك النجم أو الكوكب الطارق من أعلى عليين بأمر من الله، يثقب ويثقب ويثقب إلى أن يصل إلى الأرض. فحينما يصيبها بتردداته أو بملامستها أو بطرقها أو بضربها، يكون هناك تلقيح للأرض باعتبارها بويضة، باعتبارها مستقبلا للإنجاب، باعتبارها أنثى. فكما ينزل الماء ينزله الله ليستقر بالأرض فيلقح الأرض تلك التربة وينتج لك زرعا مما أراد الله، كذلك الطارق سيأتي وسيلقح الأرض